بسم الله ما شاء الله يا جماعة على شكل الفطير بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. الله الله على لونه وعلى تورقته الجميلة. تعالوا بقى نشوف الجمال ده عملناه ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تتابعوني على قناتي حير الطبخ، ما تنسوش اللايك والشير. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناه ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الفطير المشلتت بطريقة سهلة وسريعة، وفي نفس الوقت هنعمل فطيرة محشية اللي هو الفطير الشرقي. فانا دلوقتي معايا هنا ده كيلو دقيق متعدد الاغراض، وعندي هنا معلقتين من السكر ونص معلقة من الملح. ده معلقتين سكر، ويا ريت السكر يكون ناعم ما يبقاش حبيبات معانا عشان ما تكلكعش معانا في العجين. هنقلب بقى الدقيق مع السكر مع الملح. كيلو الدقيق تقريبا هياخد تقريبا كده مجين ونص من المية، بس انا هحط واحدة واحدة لغاية ما اشوف هيحتاج معايا كمان ولا لا. هبتدي بقى اعجن بايدي عشان الم العجينة بتاعتي كويس. انا هاخدها بقى اعجن براحتي فيها هنا، لان هي بتاخد تقريبا عجن لمدة 10 دقايق. الفطير بياخد عجن شوية عشان لما اجي افرده ما يتقطعش مني. وحتى لو اتقطع برضو مفيش فيها مشكلة، بس انا يعني ايه، بحاول ان العجينة تطلع كويسة بقدر الامكان. انا المفرش ضايقني بصراحة فشلته وقلت اتعامل على الرخامة. الرخامة طبعا غسلها كويس جدا ومعقماها قبل ما استعملها، فانا ايه قلت اكمل عشان خاطر تطلع معايا عجينة كويسة. بصوا يا جماعة ما شاء الله، هي بتاخد عجين شوية وانا لازم اديها حقها في العجين كده. طيب انا معايا ايه تاني؟ انا عايزه الم العجينه بتاعتي. هحط لها معلقتين من الزيت، بس الزيت لازم في المرحله دي، ما بحطوش في الدقيق من الاول عشان يطري معايا العجينه بتاعتي. ادي معلقتين الزيت. عايزه اوصل ان هي تبقى عجينه لينه كده يا جماعه، ما بتلزقش. بصوا تلزقش في الايد. بصوا يا جماعه ما شاء الله شكلها حلو ازاي، بقت عجينه ناعمه ولينه وجميله معانا. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيها ايه. انا قطعت الكيلو جه معايا ما شاء الله 7 كور اهوت. فانا هدهن وشهم بالزيت كده عشان ما ينشفش معايا. هدهن وشهم بس دهنه بسيطه كده، وانا حاطه تحتيهم دقيق عشان ما يلزقوش معايا في الصينيه اللي انا حطاها. ادي دهنت وشه كله بالزيت، وبعدين هغطيها كيس النايلون واسيبها ترتاح تقريبا لمده نص ساعه ساعه على حسب ما ارجع واشوفها هي ارتاحت ولا لسه عايزه كمان. هغطيها بالكيس واسيبها بقى ترتاح على جنب، ولما ترتاح هنرجع نشوف هنعمل فيها ايه. دلوقتي يا جماعه دي معايا بعد ما ارتاحت، انا بدوس عليها كده ايدي ما بتردش تاني، وده معناه ان هي ارتاحت. فانا هبتدي بقى اخد الفطيره واحده واحده معايا. هحط زيت كده على الرخامه بتاعتي بحيث ان العجينه الفطيره بتاعتي ما تلزقش معايا في الرخامه لما افردها. هسمي الله. ده الدقيق اللي كانت ساند عليه، انا ما حطيتش ايدي على الدقيق على الرخامه تاني. هبتدي بقى كده ايه من بره لجوه. بصوا ما شاء الله عشان ارتاحت كويس بتبتدي تفرد معايا. هحط سنه زيت لان الزيت بيسهل معايا فرد الفطيره كده. حط لو حسيتها معايا شويه احط نقطه زيت تاني وابتدي افرد فيها تاني كده. لو اتقطعت معايا يا جماعه مفيش فيها اي مشكله. خلي بالكوا دي انا هعملها اللي هي الفطيره الشرقي اللي انا هحشيها، مش اللي هشلتتها يعني. عندي ايه بقى، هي دي ما بتبقاش رقيقه قوي زي الفطير المشلتت يعني، ومع ذلك هي ما شاء الله. بصوا برضو رقيقه معانا، مش تخينه اهي.
على قد ما بقدر بوسع فيها بوسعها. تمام كده. انا معايا هنا بقى ايه، ممكن احط زيت بس لان دي فطيره بتبقى يعني محيقه، ممكن احط زيت بس انا عندي برضو حاطه لها معلقه من السمنه، يعني ميكس كده ما بين السمنه والزيت. هفرد بقى عليها كده. خلاص كده. هعمل ايه بقى، هجيب عندي سكينه هقطعها كده من كل الاتجاهات. تمام اهي، من فوق ومن تحت. تمام كده. وبعدين هقطع كل نصين لنصين تاني كده. ماشي يعني اهي. وهسيب عندي جنب مش هقطعه، هخليه الجنب الكبير بتاعي. خلاص. هجيب بقى من بره لجوه اهو، هلم الفطيره بتاعتي من بره لجوه، والجنب اللي هتنيه هدهنه دهنه بسيطه كده من السمنه اهو. ادي الفطيره التانية برضه احط زيت قبل ما افرد، اسمي الله كده واجيب من بره لجوه. بصوا لميتها تاني كلها وهسيبها ترتاح، هسيبها ترتاح على جنب واجيب واحده كان تانية. تعالوا بقى، انا لقيت اللي هتتحشي معانا لما بدوس عليها لقيتها ما شاء الله ابتدت ترتاح معايا اهيت، فهفردها بالنسبه لي. فانا عندي هنا ده لانشون. خلاص. وعندي شويه زيتون. انا ما الحشوه دي بتاعتك، يعني اللي انت عايزه تحطيه حطيه. تمام كده. وعندي هنا فلفل وطماطم، بس ببقى شايله الميه بتاعه الطماطم عشان خاطر ما تطرليش العجينه، يعني مش كويسه في العجينه هنا الميه بتاعه الطماطم يعني. تمام كده. وعندي ميكس جبن زي كده اهو. خلاص. ادي ميكس الجبن وادي الحشوه بتاعتي. هبتدي اعمل ايه بقى، اسيب دي على جنب. وعندي بقى الفطيره التانية اللي انا برضو كنت مشلتتها لوحدها اهو. هاجي هنا واروح فرداها كاني بفردها في صينيه بالظبط، كانها على الصينيه اهو. بصوا يا جماعه، طالما ارتاحت ما شاء الله بتبقى جميله معانا. تمام كده. هاخدها بقى واحطها فين، على اللي احنا حاشينها دي اهو. هقفل بيها، هتبقى دي النص التاني بتاعي. خلاص كده الحشوه كلها في النص اهي، وانا بقفل البيتزا من بره او الفطيره بتاعتي من بره اهو. وايه، وهضغط عليها كمان شويه كده. ادي الفطيره. عايزه بقى ايه، بصوا انا مش عايزاها تعلى مني، فايه هديها تخريمه كده بشوكه او بسكينه او باي حاجه عشان ما تعلاش مني، عشان تفضل بنفس حجمها. خلاص. وانا بقى عايزه احط لها مثلا ميكس جبن كده نديها شخصيه على الوش شويه اهو. عايزه احط مثلا شويه زيتون زي كده اهي. عايزه احط شويه لانشون اللي انا عايزه بقى احطه يعني ايه. بس الطماطم ما بفضلهاش على الوش لانها بتتلسع مني، فما بحبش احطها.
بس كده هضغط على الحشوة بتاعتي على الفطيرة وابتدي بقى ادخلها الفرن، ونرجع نشوف هيبقى شكلها ايه ونكمل بقية الفطير بتاعنا معاكم. بصوا يا جماعة، ممكن الفطيرتين يبقوا زي بعض زي ما احنا شفنا، وممكن نعملها فطيرة واحدة. بصوا ازاي، ادي الفطيرة برضو هفردها معانا. متشلتتة اللي هي هنجيب الجزء ده كده، وادهن دي احط عليها نقطة زيت تاني. تمام، واجيب الجزء التاني عليها كده، واروح بقى ايه احط هنا الحشوة بتاعتي. احط الحشوة بتاعتي اللي انا عايزاها. نفس دي الصينية بتاعتي، نفس الحشوة اللي انا حشيتها هحشيها برضو هنا اهو. خلاص كده، وهلم الجزء ده اديلها دهنة بسيطة كده بالزيت. خلاص، والم الجزء التاني عليها كده برضو. لو الحتة دي مضايقاني بشيلها. خلاص، وبعدين بعمل ايه، بلم بقى الاطراف بتاعه البيتزا كلها كده، او الفطيره بقفلها كده من الجوانب المفتوحه كده اهي. تمام، لمت بقى كلها اهو، واروح جايه شايلاها حطاها فين، في الصينيه عندي اهي كده اهي. خلي اللمه بتاعتها لتحت ووشها لفوق بس، وهغطيها واسيبها لما ترتاح برضو، وبعدين افردها وادخلها الفرن. بصوا بقى يا جماعة، ده شكلها بعد ما طلع من الفرن. بسم الله ما شاء الله، جميلة. انا بقطعها قدامكم اهو عشان اوريكم. طبعا هي الجبنة بتبقى ماسكة رقات الفطير في بعضها، وده شكلها. تعالوا بقى نكمل الفطير المشلتت بالزبدة والقشطة. بصوا الاطراف بتاعتي اهم حاجة تبقاش تخينة، يعني انا باجي على الاطراف كده وامسكها وافرد فيها. تمام، بصوا يا جماعه الرخامه باينه منها ازاي، شايفين شفافه خالص ازاي اهو. اهم حاجه الاطراف بتاعتي اللي انا ماسكاها، مش عارفه مش باينه ولا ايه، فدي اهم حاجه. طب انا بقى هحشي دي بقى ايه، او هدهنها ايه، مش هدهنها زيت. انا هعمل ميكس كده ما بين الزيت لو انا عايزه، لكن انا اصلا عندي سمنه بلدي وقشطه، فانا هدهن، هعمل قشطه على سمنه على زيت. تعالوا بقى نشوف ازاي. بصوا يا جماعه، انا عندي ميكس هنا، حاطه زبده مسيحه، زبده مع قشطه، ايا كان بقى، احنا اشترينا قشطه وش اللبن مش هتفرق، وشويه من الزيت، وحطيت لهم رشه ملح بسيطه عشان تدينا طعم للفطير. تمام كده، انا عملتهم قلبتهم مع بعض، وهبتدي ادهن بيه بقى الايه الفطير بتاعي. بسم الله ما شاء الله. طبعا القشطه بتخلي الفطير بتاعي طعم تاني وطري وحاجه كده جميله بصراحه. انا مش هحاول ازود قوي برضو، لان انا هعمل يعني هي مش هتبقى فطيره واحده، ده انا هدخل كذا فطيره مع بعض، فعشان ما يبقاش دسم معايا هحط بالعقل كده يعني. بعد ما دهنتها كده، انا لو عندي سمنه بلدي بس ممكن استعملها. انا عايزه نتعود يا جماعه ان احنا في المطبخ مش هنقف على حاجه، اللي موجود عندنا هنستعمله. فانا بقى ايه، هبتدي اجيب كده بسم الله اهو. وانا لو حسيت ان الاطراف بتاعتي تخينه شويه، بعد ما بقلبها كده ببتدي اظبط فيها تاني. انا مش عايزه عندي يبقى حته تخينه وحته رفيعه، انا عايزه اكل فطير صح. بصوا بقى الاطراف بتاعتي انا ما كنتش متحكمه فيها، فلما جت قدامي كده بصوا، ببتدي برضو اهو
تمام كده. هبتدي ادهن برضو الجزء ده تاني اهو، دهنه بسيطه سريعه كده. وبعدين زي ما جبت الجزء ده كده هلم الجزء التاني عليه اهو، هسمي الله واجيب الجزء التاني كده عليه. متخافوش لو حتى اتقطعت مننا مفيش فيها مشكله. تمام كده اهو. هبتدي برضو ادهن الجزء ده حاجه بسيطه. انا قلت يا جماعه ما نزودش لان احنا كده فطيره على بعض عشان ما يبقاش دسم معايا. بصوا انا يا دوبك بس ايه، بدي سنه بسيطه في الفرشه بس كده اللي بيها تعمل لي تورق لي الفطير. بعد كده هجيب الجزء اللي هنا كده اهو، احنا دي تالت تانيه بالنسبه لنا، تانيه اتنين ادي التالته، واحاول افرد الاطراف بتاعتي معايا عشان ما يبقاش فيها حتت تخينه. خلاص كده. برضو هحط اهي، هدهن دهنه بسيطه اهو. تمام. واجيب بقى اخر جزء معايا خلاص كده يا جماعه، دهنه بسيطه برضو اهو، دي عشان تعمل لي التوريقه. وهلم دي اهو على دي ودي اهي، بسم الله ما شاء الله اهو. وفي الاخر جمعتها برضو تاني تكويره تاني برضو اهي. دي اول واحده عملناها، هنسيبها ترتاح على جنب ونعمل واحده تانية عشان تشوفوا ايه شكلها معانا هيبقى ايه. نقول بسم الله، من بره لجوه، من جوه لبره. خلاص كده اتفردت معايا تمام اهو. برضو هدهن بقى نفس الميكس اللي انا عملته، القشطه على الزبده على معلقه الزيت. هقلب دي كده برضو الحروف بتاعتها لو انا حسيت ان هي تخينه ببتدي اظبطها بقى معايا كده. عشان مش عايزه في الفطيره، انا عايزه اكل بصوا حاجه كده خفيفه قوي زي ورق السجاد بالظبط، حاجه كده ايه خفيفه قوي اهوت. ونحط نفس السمنه اللي احنا عاملينها القشطه، وبعدين نجيب الجزء الثاني عليها. الماده الدهنيه بين الطبقات دي اللي بتخلي لي الفطير مورق. انا قلت هندخل كذا فطيره في بعضها، فانا هجيب بقى الفطيره اللي انا شلتها اول مره واروح حطها هنا كده اهي، واروح جايبه الجزء ده هنا. تمام. وادهنها كده برضو، واجيب الجزء الثاني عليها. ولو الحتت الزياده دي انا عايزه اقطعها اصلا اهي، مش هنقف عليها، عايزه اتنيها واحطها عادي. هدهن دي دهنه بسيطه كده، وهلم الفطيره على بعضها يمين شمال اهو، واتني هنا واتني كده لغايه ما تتلم معايا الفطيره تاني كده، تبقى مدوره معايا كده. حلو كده. هنعمل بقى الفطيره الثالثه ونشوف شكلها ايه. حلو ايه. انا دي فطيره كمان فردتها، انا كده بدخل 4 في بعض اهو. دي رابع واحده يا جماعه وانا هلف عليها. انا قلت اعملها فطيره واحده كبيره احسن. هي كانت واخده حقها. انا ايه اهو. ماشي. بس كده هحط بقى حاجه بسيطه هنا كده، هي واخده كفايتها في الزبده والقشطه والسمنه والحاجات دي كلها اهو. وبعدين بقى انا مش هشيلها من هنا على الصينيه اللي انا كده كده هسويها فيها عشان ما افضلش انقل بقى فيها كتير. هي على وضعها ده كده اهو، وهحطها في الصاج اللي انا هسوي فيه. دي بقى الفطيره بتاعتنا بعد ما ارتاحت، هنبتدي ان احنا نفردها دلوقتي عشان ندخلها الفرن. بسم الله اهو، بصوا بسم الله ما شاء الله. انا هاخدها من جوه لبره كده، من جوه لبره. لو حسيت ان هي بتتفتح معايا يعني ايه، هحط ايدي على الدقيق كده في شويه دقيق وهنفضهم واعمل بيها افرد بيها. بسم الله. على فكره مش لازم تملى الصينيه بتاعتي، انا الحجم بس المناسب ليها بحيث ان هي ما تبقاش خفيفه مني وما تبقاش سمكها تخين. لما الاقي السمك بتاعها كويس هوقف بقى فرد فيها.
دي كده انا شايفه ان كده سمكها بقى مناسب وكده حجمها كويس، فانا هدهنها ببقيه هدهن وشها بالزبده على على القشطه اللي انا كنت بدهن بيها جوه الفطيره. هديها بس وش كده خفيف، هي واخده حقها يعني من جوه، فانا ايه عشان ما تبقاش دسمه مني هديها بس وش خفيف كده، وبعدين هدخلها الفرن ونشوف شكلها ايه. بصوا يا جماعة، بسم الله ما شاء الله شكلها ازاي وهي في الفرن، شوفوا بتتنفخ ازاي. ده دليل على ان الشلتتة بتاعتها حلوة جدا، وهتبقى سواها مظبوط قوي، ان هي لما السخونية بتخش جواها كده فبتبقى كلها سواها من جوه حلوة، مبتبقاش نية ولا اي حاجة. تعالوا بقى نشوف شكلها بعد ما استوت. ودي يا جماعة بسم الله ما شاء الله شكل الفطيرة بعد ما طلعت معانا من الفرن. انا عايزة اقول لكم لازم الفطيرة تطلع بنفس اللون اللي احنا شايفينه ده، لان هي لما بتحمر زيادة عن كده بعد ما بتبرد بتنشف مننا. لكن دي شوفوا طالعة طرية وجميلة، وهي لسه طالعة من قلب الفرن طرية ازاي، ولما تهدى كمان هتبقى قطرة وقطرة. ده بسبب كمان ايه؟ بسبب السوى كويس معانا. بص من تحت بسم الله ما شاء الله، بصوا يا جماعة جمال الفطيرة، ما شاء الله ما شاء الله حلوة جدا. طبعا هي لسه سخنة فانا مش هتملكها قوي، بس انا هحاول افتحها عشان اوريكم التوريقة بتاعتها. بسم الله، سخنة جدا 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 وانا مش عارفة اتحكم فيها بصراحة. بس هي بصوا يا جماعة، بصوا توريقة الفطير، بصوا الفطير يا جماعة، بصوا شوفوا ازاي مورق وخفيف، ما شاء الله شكله حلو جدا. اهو اهو، بصوا بصوا خفية الفطيرة، بصوا وازاي طالعة طرية، وشوفوا ما شاء الله، بصوا رقته خفيفة قوي اهو. هو سخن جدا انا مش قادرة امسكه، شوفوا هو لسه طالع وازاي طري وجميل بالشكل ده، حلو قوي، طعمه تحفة يا جماعة، وطريقته سهلة وجميلة. ويا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ولو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة عشان يوصل لكم مننا كل جديد.